واش سبق لك حسيتي ان كلمه بسيطه من شي حد قلبت لك الاحساس ديالك كامل وخلاتك تشك في شي حاجه في الداخل ديالك بلا ما تعرف علاش؟ الا هذا الشيء وقع لك ولو مره واحده خليك معايا حتى الاخر ديال هذه الحلقه، حيت الحقيقه هي هذه، ان كلام الناس راه ماشي مجرد جمله كدوز. كاين كلام كيدخل لعمق النفس وكيبدا يحرك شي نقص قديم ولا شي معتقد تربينا عليه ولا شي اثار ديال الطفوله بعيده ومازال ما داواش. ونقول لك شنو هو الاخطر من هذا كامل، هو ان النفس ما كتقدرش تخلي الفراغ وما كيعجبهاش الفراغ. ملي الكلمه كتبان ليها ناقصه ولا النظره ما كتفهمهاش، النفس كتكمل الصوره بوحدها وكتخترع قصه باش ترتاح، ولكن هاد القصه في بزاف ديال المرات كتكون ما عندها حتى شي علاقه بالحقيقه، وشي مرات كتكون اقصى كاع من الحقيقه. وهكا كاين شي كلمات اللي كيقولها لنا شي واحد وكنحسوا بها انها ربكاتنا ولا انها خوفتنا ولا انها حياة شي وجع قديم، وكيولي الانسان كيغير التصرفات ديالو ولا الاختيارات ديالو واحيانا الطريق ديالو كامل غير باش ما يسمعش كلام الناس ولا باش يرضي كلام الناس. الا بغيتي تفهم علاش كلام الناس كيدخل لهاد الحد في الداخل ديالنا، وعلاش النفس كتخترع قصص باش تكمل الصورة، وكيفاش تقدر ترجع القوة للداخل، اسمع لي حتى الاخر وخلي هاد الافكار تدوز وحده بوحده. قبل ما نفهموا التأثير ديال كلام الناس خصنا نفهموا الاصل ديال علاش كلمة صغيرة كتقدر تبدل احساس كامل. السبب الاول هو ان كلام الناس كيقدر يدوز على شي حاجه كانت حساسه في الداخل ديالنا من قبل. مثلا شي واحد كيقول لك هاد اللبسه ما جاتش معك، هذه كلمه بسيطه، ولكن الا كنتي دائما كتسمع خاصك تكون لابس مزيان قدام الناس، خاصك انك تلبس شي حاجه اللي غادي يقولوا عليها الناس انها زوينه، العقل كيولي يشوف هاد الكلمه البسيطه بحال شي نقد كبير. او لا مثلا شي واحد اللي كيجي وكيقول لك علاش قريتي هذا التخصص وماشي حاجه واحده اخرى، ولكن الا كنتي من صغرك تعلمتي انك الا رضيتي الناس هو اهم من الاختيارات ديالك، كتولي هذه الكلمه كتقلب الداخل ديالك كامل وكتولي تفكر ان هذاك التخصص اللي درتي ماشي هو اللي يليق لك. ولا مثلا الى شي واحد جا وقال لك علاش كتمشي دائما لهاد البلاصه، علاش دائما هاد البلاصه وهاد البلاصه راها ما لايقاش ليك، كيولي مجرد السؤال كيخلي الانسان يحس ان هاد المكان اللي باغي يمشي ليه ماشي مناسب، واخا يكون ما فيه حتى شي مشكل ومكان كيمشيو ليه الناس كاملين. اولا نعطيك مثال اخير، شي مرات كيقولوا لك راه ما خاصكش تاكل قدام الناس باش ما تسمعش راك بانك كتاكل بزاف، او لان الطريقه ديالك في الاكل ما زويناش. وكاين اللي ما كيقربش من شي ناس غير باش ما يتقالش عليه علاش كتهضر معاه بحال هذا النوع. هاد السلوكات كتبين لنا ان كلام بسيط كيمس قرارات كبيره في الحياه اليوميه ديالنا، ولكن هذا راه غير الجزء الاول. نقول لكم واحد السبب تاني، هو التربيه اللي كبرنا عليها، كلمه حشومه وعيب واش غيقولوا علينا الناس وما ديرش هكا، راه الا شافوك الناس راه غادي يقولوا علينا شي حاجه ما زويناش. هاد الكلمات ما كتكبرش ما كتربيش غير سلوك، كتربي خوف، وهذا الخوف كيكبر معانا، ومن بعد اول كلمه نقد كتجي من شي حد العقل كيولي يتصرف بحال شي طفل اللي عاش سنين وهو كيسمع ان راي الناس هو المقياس. نقول لكم واحد السبب ثالث، هو ان الانسان ما كيقدرش يعيش في شي حاجه ناقصه. ملي الكلمه كتجي مبهمه ولا النظره كتكون ما مفهوماش، العقل راه ما كيسكتش، كيكمل المشهد بوحده وكيخترع قصه باش يعطي معنى لهذيك الكلمه، وهذه القصه غالبا كتكون ماشي صحيحه وكتكون اقسى من الحقيقه، وهذا الشيء كامل غير باش يحمي راسه. مثلا شي واحد غادي يكون غير شد فيك او لا ضحك معاك في واحد الدقيقه، العقل اش كيقول ياك ما شافني ناقص، ياك ما شاف شي حاجه ما عجباتوش، ياك ما انا درت شي حاجه ما عجباتوش، ياك ما راه حكم عليا بشي طريقه سلبيه. هو في الحقيقه يقدر يكون ما فكرش في هذا الشيء كامل، يقدر يكون غير كان سرحان وقال شي حاجه اللي ما كانش عانيها، ولكن النفس
ما كتخليش الفراغ، على حقاش كما قلنا هي ما كيعجبهاش الفراغ. كتبني سيناريو كامل باش تكمل القصه. وهكا كتقدر تجمع شي مرات 5 ديال العوامل، شي قصص قديمه ولا شي معتقدات قديمه ولا شي تربيه مبنيه على كلمه حشومه ولا الخوف من الراي ديال الاخر، وحتى العقل اللي كيكمل الصوره بوحده وكيقول لك كلام بسيط عنده قوه كبيره. قوه ماشي على حقاش الحجم ديال الكلمه كبيره، ولكن على حقاش الحجم اللي كاين في الداخل واللي تلمس كبر من هذيك الكلمه. واللي كيعمق كلام الناس كتر هو اننا ما كنسمعوش الكلمه بوحدها اللي تقالت لينا، كنسمعوا الصوت اللي جا من قبل منها في الحياه ديالنا. نفسر لكم كتر. ملي شي واحد كيجي وكيقول شي كلمه على الهضره ديالك، كيعطي واحد الرأي على الهضره ديالك، ما كتأثرش غير بالصوت اللي سمعتيه من هذاك الشخص، ولكن كتأثر بشي صوت اللي كنتي كتسمع من قبل، مثلا في الدار او لا في الخدمه او لا في المدرسه. شي واحد اللي كان كيقول لك ولا ناس كانوا كيقولوا لك باستمرار راه الهضره ديالك ماشي زوينه، اسكت شويه، ما خصكش تبان بزاف، خاصك تتكلم بواحد الطريقه، ما خاصكش تهدر قدام الناس، فاش كتهدر قدام الناس كتبان مرتبك. او لا نعطيكم مثال اخر، ملي شي واحد كيعطي شي تعليق على اللباس ديالك، ما كتجاوبش على الكلمه اللي قال، كتجاوب على سنين ديال حشومه. خاصك تلبسي بحالك بحال البنات، حشومه تلبسي بحال هذا الشكل هذا، او لا حشومه تلبس بحال هذا الشكل هذا. عندك الناس تشوفك وانت لابس هذه اللبسه بحال هكا، الا لبست بحال هكا راه غادي يقولوا عليا بانني عندي الفلوس بزاف، او لا انني ما عنديش فلوس، او لا انني المكانه الاجتماعيه ديالي زوينه او لا ما زويناش. وحتى ملي شي واحد مثلا كيسولك علاش خدمتي في هذه الخدمه، كتفيق في الداخل ديالك واحد الجمله يمكن قديمه ديال خاصك دير شي حاجه ولا شي خدمه اللي الناس كتحترمها واللي غادي تبان بانك عندك مكانه اجتماعيه جميله. يعني اللي بغيت نقول لكم هو ان هذا كلام الناس اللي سمعتي اليوم راه كيجي فوق واحد الارضيه كامله وقديمه بناها الماضي، بناتها التربيه وبناوها معتقدات اللي خديتي من الصغر ديالك وجبتي معاك من الصغر ديالك. وهنا كيوقع المشكل الأكبر. خاصنا نفهموا أن النفس ما كتجاوبش على الواقع، كتجاوب على التاريخ اللي عندها، وهذه هي الحقيقة اللي بزاف ديال الناس كتجاهلها. كلام الناس ما كيدير والو إلا إلا لقى في الداخل ديالك واحد البلاصة جاهزة أنها تستقبله. هاد البلاصة كيقدر يلقى فيها شي نقص ولا شي خوف ولا شي تربية قاسية ولا كلمة حشومة اللي حاضرة بقوة ولا شي عقدة قديمة ولا شي رغبة كبيرة أنك ترضي الآخرين. وإلا لمساتو كتولي الكلمة كبر من الحجم ديالها الحقيقي. وهنا النفس كتبدل الإحساس وكتبدل تفسير الموقف وكتبدل حتى الصورة اللي كتشوف بها راسك. من بعد ما فهمنا علاش كلام الناس كيدخل هكا في الداخل ديالنا، خاصنا نشوفوا شنو الأثر اللي ممكن يكون في الحياة ديالنا اليومية، لأن التأثير ماشي كيكون غير إحساس كيهتز، التأثير الحقيقي كيبان في التصرفات والاختيارات ديالنا. كاين اللي كيبعد على شي صحاب ديالو ولا على شي فرص مهمة ولا على شي تجارب غير باش ما يسمعش كلمة يمكن أصلا ما عمرها ما كانت غادي تقال. وهكا بلا ما يحس كيولي الإنسان كيبني الحياة ديالو على مقياس الآخرين ماشي على المقياس ديالو. حياة اللي كتكون مفصلة باش ترضي الآخر ماشي باش ترتاح النفس ديالو. والمشكل هو أن مع الوقت كيولي للأسف ما عارفش فين كيوقف هو وفين كتبدا الصورة اللي ترسمت ليه من عند الآخر، ويمكن يمشي سنين هكا بلا ما ينتبه أنه عايش حياة ماشي ديالو، غير لأنه خايف من كلمة ما تستاهلش هاد الثمن اللي عطاها. وباش نكونوا منصفين مع راسنا خاصنا نقولوا الحقيقة كاملة، ماشي غير كلام الناس اللي كيأثر فينا، راه حتى الكلام ديالنا كيأثر في ناس اخرين.
حنا بزاف ديال المرات كنقولوا كلام ما كانش القصد ديالنا اننا نوجعوا به شي واحد، ولا اننا نقدوا به شي واحد، ولا كيحرك نقص عند شي واحد، ولكن كيوصل ليه وكيصدق جالس فوق من جرح ما عمرنا غادي نعرفوا عليه حتى شي حاجه. كاين اللي كتقول له كلمه عاديه، ماشي هذا ماشي هكا كدار هاد الحاجه، او لا ما فهمتيش علاش درتي هكا، او لا كان خاصك دير حسن من هاد الشيء اللي درتي. بالنسبه ليك هاد الشيء غير ملاحظه، ولكن بالنسبه ليه يمكن تكون نفس الجمله اللي سمع في الطفوله ديالو بلا توقف. وكاين العكس، كلمه صغيره بحال عجبني كيف تصرفتي اليوم، ولا راه عندك واحد القوه اللي ما كايناش عند الناس وحدين اخرين، ولا غير كلمه تبارك الله عليك تقدر تشعل النور في وسط واحد كان طافي وما كانش عنده امل في الحياه. وهكا كيبان لنا ان كلمات بسيطه كتقدر تمس الداخل ديال اي واحد بنفس الطريقه اللي كلمات كيقولوها الناس لينا وكيمسونا. وهنا كنقدروا نعرفوا واحد الحقيقه اخرى، حنا ماشي ضحايا كلام الناس، وماشي جلادين، حنا بشر، عندنا لحظات كنوجعوا فيها، ولحظات كيمكن نكونوا سبب في جرح وحنا ما عارفينش. والوعي بهذه الحقيقه ماشي باش نلوموا راسنا، ولكن باش نفهموا ان الانسان خاصو يتعامل مع الكلام واثار الكلام بحذر وبشكل واعي، باش يقطع هذه السلسله ديال الالم اللي كتدوز من واحد لواحد غير بكلمه. ودابا من بعد ما فهمنا كيفاش كلام الناس كيخترق الداخل ديالنا، بقى لنا سؤال واحد مهم: كيفاش نوقفوا هذا التاثير، وكيفاش نرجعوا السيطره للنفس ديالنا؟ وهذا الشيء ما كيتحلش بكثره النصائح، ولكن بثلاثه ديال الخطوات بسيطه الا قدر الانسان يديرهم كيبدل بزاف ديال الحوايج من الداخل. الخطوه الاولى، خاصنا نفرقوا ما بين الكلمه والقصه اللي دارتها النفس. اول حاجه خص الانسان يفهمها هي هذه، ماشي الكلمه اللي كتوجع، ولكن القصه اللي كتكملها النفس هي اللي كتوجع. شي حد قال كلمه ناقصه، ولا دار نظره ما مفهوماش، النفس كتجري كتكمل الصوره وكتخترع تفسير باش تحمي راسها، وهو راه هاد التفسير اللي كيخلق الالم. باش توقف هاد الشيء غير وقف واحد ثانيه بسيطه وسول راسك واحد السؤال: شنو قال هاد الانسان فعلا، وشنو انا زدت من عندي؟ مين كتفصل بيناتهم كتنزل النص ديال الالم مباشره. الخطوه الثانيه، رجع القرار للداخل ديالك ماشي لعيون الناس. كلام الناس ما عمره كيسالي وما عمره ما غادي يسالي، ولكن السلطه اللي عنده عليك تقدر تسالي اليوم. غير سول راسك هاد الكلمه البسيطه كتقربني ولا كتبعدني من الانسان اللي انا بغيت نكون؟ الا قرباتك كناخذوها كاشاره، وإلا بعداتك كنخليها تمشي. الهدف ماشي نرضيو الناس، الهدف هو نسمعوا للصوت الداخلي ديالنا اكثر من الصوت اللي جاي من على برا. الخطوه الثالثه، بدل اتجاه النظر ديالك ورجع للعين الداخليه. كل مره كيجي كلام كيخوفك، ولا كلام كيشككك، ولا شي تعليق كيقلب الاحساس ديالك، النفس كتجري باش تبان قويه، باش تبرر، باش توضح، كتحاول تبين بانه راه ماشي هكا. ولكن اللي فعلا كيحل المشكله هو حاجه واحده: نرجعوا النظر للداخل ديالنا. كنجلسوا مع راسنا باش نخمموا ونطرحوا على راسنا السؤال ديال اشنو حسيت في هذه اللحظه هذه فاش تقال لي هذا الكلام، وفين لمساتني هذه الكلمه. الا عرفتي فين جات الضربه كتعرف كيفاش تحمي راسك منها في المره الجايه. والسر هو هذا: اقوى رد على كلام الناس هو الهدوء اللي كيجي من وراء فهم النفس. ماشي الصراع، ماشي التبرير، ماشي الشرح، غير الهدوء اللي كيقول انا فاهم راسي. خلاصه هادشي كامل: كلام الناس ما غاديش يتوقف،
ولكن إحساسك به يقدر يتبدل اليوم. إلا فصلتي بين الكلمة والقصة ورجعتي القرار للداخل ديالك، ورجعتي كتشوف راسك من الداخل، كيولي كلام الناس شي مرة كيمر عليك خفيف، وشي مرة كيعطيك إشارة، وشي مرة ما كيأثرش فيك نهائيا، وشي مرة يقدر يقويك لأنك فهمتي نقطة الضعف اللي كاينة في الداخل ديالك. في النهاية كلام الناس غيبقى ديما موجود، والناس غيقولوا وغيهضروا، ويمكن حتى ما غيقصدوا والو من داكشي اللي قالوا لك، ولكن اللي كيبدل الداخل ماشي هو كلامهم، ولكن الطريقة اللي كتجاوب بها النفس ديالك. إلا خليتي كل كلمة كتعوض صوتك الداخلي غادي تعيش حياة على مقاسهم هما. وإلا رجعتي القرار للداخل ديالك وفصلتي بين الكلمة والقصة اللي كتكملها النفس، غادي تبدا ترجع القوة شوية بشوية حتى كتولي الكلمة مجرد كلمة، ماشي حكم وماشي تهديد. وفي النهار اللي كتسمع فيه كلام الناس وباقي واقف في مكانك، عرف علاش كدير كل خطوة وانت مرتاح في اختيارك. هذاك النهار كتعرف أن النفس ولات أقوى من أي كلمة يمكن يقولها أي واحد. خليتكم على خير، ونتلقاو في حلقة جاية مع موضوع آخر اللي غادي نبنيو فيه النفس ديالنا بطريقة أعمق وأهدأ وأفضل.